الحمد لله. انت بتاخد 3 بونت من فريق كبير جدا. عنده لعيبه هم الافضل في مصر طبعا. بقى فوز الحمد لله. رافعك مختلفه شويه انت بتلعب قصاد نادي الزمالك انا ولا الفريق؟ صراحه انت تحديدا وطبعا الفريق ككل. لا هو الموضوع بيبقى يعني صعب عن الزمالك ده مش انت بس، ده معظم اللاعبين سواء حتى لو في الاهلي في الزمالك اللي بيسيب النادي. لا خالص خالص. الواحد الاحساس اللي بيبقى موجود ان انا بحس باحساس صعب شويه انك بتلعب ضد الزمالك. بيبقى حساب يعني احساس غريب شويه عليا، مش متعوده طبعا. لكن هي دي الكوره وده الاحتراف طبعا، وهي دي سنه الحياه طبعا، انك بتلعب النهارده في نادي السنه الجايه ممكن تلعب في نادي تاني خالص. لكن يبقى بتمنى التوفيق دايما للزمالك، وانهم يبقوا احسن نادي موجود وياخدوا كل البطولات. بتمنى لهم كل خير لان كلهم زمايلي وكيان لعبت ليه واتشرفت ان انا العب ليه 7 سنين طبعا. جمهور عظيم وقف جنبنا كتير جدا جدا جدا. فخيره علينا زي ما بيقولوا، يعني النادي خيره علينا وجمهوره خيره علينا يعني. فبيبقى احساس صعب شويه، لكن انت اكل عيشك ودي كوره وكمان الحمد لله اللعيبه النهارده بتاعتنا ادت ماتش محترم، كانوا منظمين حتى بعد الطرد، حافظوا على النظام ده، فربنا كافئهم. اسالك عليه السؤال الثاني، وهو النهارده المسؤوليه زادت عليك انت تحديدا بشكل كبير، خاصه بعد حاله الطرد. كابتن شوقي غريب اتكلم معاكم في ايه ما بين شوطي المباراه، وانتم نفذتوا التعليمات دي ازاي؟ بصوا الحمد لله اللعيبه من اول الماتش مركزين وتقدمنا بجون. ما حافظناش عليه. الزمالك رد بسرعه، لكن حاله الطرد ان بتطرد لعيب زي وائل ده من اللعيبه المحترمه جدا، من احسن مدافعين في الكره المصريه. عامل موسم رائع واتطرد في وقت صعب، بتلعب شوط كامل او اكتر، بتلعب ناقص قدام فريق الزمالك عنده لعيبه مهريه جدا جدا. فالامور بتبقى صعبه عليك، فبتبقى عايزه التزام اكتر ومجهود مضاعف من اللعيبه اللي موجوده، 9 لعيبه الموجودين. وده اللي حصل. احنا ما بين الشوطين اتكلمنا قلنا لازم نحافظ على نظامنا في الملعب. فالحمد لله انك تبقى منظم واللعيبه رجاله ربنا بيكافئك. احنا لو كنا ناقصين وخدت بونت الزمالك يعني هتبقى سعيد جدا، فربنا كافئك الحمد لله بجونين. الجون الثالث يمكن خلاص قتل المباراه شويه، يطلع اللعيبه بتوع الزمالك من تركيزهم، خلاهم متسرعين شويه. في الاخر بقول مبروك للاعيبتنا والجهاز، وهارد لك طبعا لنادي الزمالك واللعيبه، وان شاء الله يطلعوا من الموضوع ده بسرعه ان شاء الله. اخيرا سريعا، نشوه الانتصار ممكن تخلي اللاعبين عايشه في حاله ثانيه مختلفه، انت هتتكلم بدورك ازاي، خاصه انت لعيب دولي كبير، هتتكلم معاهم ازاي عشان تقفلوا صفحه هذه المباراه وتركزوا في المباراه القادمه؟ ما فيش الكلام ده. احنا الحمد لله اللعيبه عندنا ملمومين كويس ولاعيبه محترمه، ما عندناش الجو ده يعني انك تكسب ماتش تعيش فيه وكده. لكن انت بتلعب الماتشات كلها انك بتبقى راجل ومركز وبتبقى منظم. كسبت خسرت ده بتاع ربنا، النتيجه دايما بتاعت ربنا، لكن يبقى الاساس موجود ان انت بتلعب، بتحاول تاخد كل ماتش بماتش. كل ماتش بالنسبه لنا بيبقى ليه اهداف معينه. فانا شايف دلوقتي احنا وصلنا لمكان، احنا دلوقتي الخامس. اتمنى اللعيبه حتى بعد الماتش على طول اتكلمنا احنا يا جماعه عايزين نحافظ على المكان ده، والماتشات الجايه ان شاء الله نستغل الماتش ده انك كسبان الزمالك يعني ياثر علينا تاثير ايجابي مش سلبي، مش ان احنا بقى هنعيش على الماتش. لا، انت عندك ماتش كمان 3 ايام مع الجيش. فخلاص هنقفل الصفحه دي من بكره، هنركز في ماتش الجيش، ولان الماتش الجاي هتكسبه هتاكد ان انت فريق محترم. هتطلع خطوه كبيره جدا في جدول الدوري، واللعيبه كلها عندنا مقدره للموضوع ده، واللعيبه عندنا رجاله يعني. الله اخيرا انا بهنيك على المباراه، وبهنيك اكتر على مستواك والبدني اللي انتوا اديتوا بيه، واللياقه البدنيه اللي احنا شفناها، ومهاراتكم اللي انتوا طبقتوها في الملعب بتنفيذ تعليمات كابتن شوقي غريب، واتمنى لكم دائما كل التوفيق، ويعني نقول لك النهارده الف مبروك. ربنا يخليك طبعا، انا سعيد بيك وفرصه سعيده حبيبي، ربنا يخليك. شكرا. شكرا مشاهدينا، والان عوده سريعه مره اخرى